دع الخلق للخالق، سيب الناس في حالها. هو انت هتتحاسب مكانهم؟ خليك في نفسك، انت مالك ومال الناس؟ انت هتستشرف علينا ولا ايه؟ ايه هو مفيش غيري ولا ايه؟ مفيش غيري متسيط ولا ايه؟ سيبونا في حالنا بقى. كل دي جمل تقريبا بسمعها كل يوم، ومش انا لوحدي. اي حد بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر بيتقال له الكلام ده. بس السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل الموضوع مستاهل كل العناء ده؟ مستاهل ان انا اتعب في نفسي كل ده علشان انصح الناس وفي الاخر يكون ده ردهم عليا؟ وهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده اصلا واجب عليا ان انا اعمله، ولا هو حاجه مخصصه لرجال الدين والمشايخ اللي في المنابر اللي بيخطبوا في الناس؟ ولو حتى هو لعامه الناس فاكيد مش ليا، ما انا بعمل ذنوب بالهبل. ازاي هكون بعمل كل الذنوب دي واروح انصح الناس يعني؟ ويا سيدي خليني رحت نصحت، هل انا كده مش منافق؟ اسئله كتيره جدا كنت بحاول الاقي لها اجابه، وكنت عايز اعمل فيديو عن الموضوع ده بس كنت مستني حد يتكلم، لان انا دايما بحب الموضوع يكون بينج بونج كده، يكون حد بيبنج فانا ايه اجي ابونج على طول، حد يطرح وانا شلوح كده، يعني ما بحبهاش تكون من طرف واحد. طبعا شلوح دي ملهاش معنى معين عشان ما حدش يفهمني غلط لقيتها ماشيه مع سياق الجمله فقلتها. المهم يعني علشان ما نطولش اكتر من كده، حد من الشباب بعت لي فيديو لواحد على تيك توك كان بيبنج، فانا قررت ان انا يعني اخش العب معاه، يعني نحاول نصحح بعض المفاهيم وربنا يوفقني واقدر يعني ارد على كل الاسئله اللي بتدور في ذهن الناس بالنسبه للموضوع ده يعني. فلو انت جديد معانا في القناه اهلا بيك، معاك يوسفاني وجو، شاب عادي وعاصي ولكن بحاول استغل الكوميديا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهارده بقى هنتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فياريت تعمل سبسكرايب لو انت لسه مش مشترك في القناه، عايزين نوصل 40000 مشترك في اقرب وقت، ويعني لو ما فيهاش رخامه مني اعمل لايك لان اللايك بيساعد في انتشار الفيديوهات، وصلي على اشرف الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، وادعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان. ولو انت لسه ما صليتش العشاء او اي فرض من فروض ربنا قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاه دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجه انت بتعملها في حياتك عامه، فبطل كسل وقوم صلي. ولو انت مصلي يلا بينا نبدا الفيديو. هتكلم عن موضوع مستفز جدا وهو الموسيقى. وقبل ما تعلق او قبل ما ترد او قبل اي حاجه، ممكن بس تسمع يعني الفيديو للاخر عشان ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش. تدخلك في حياه انسان تاني ما اذاكش، ما اثرش عليك بحاجه وحشه، ما قالكش حاجه وحشه، ما تدخلش في حياتك، قله ادب حتى لو بالنصيحه. طيب هل فعلا تدخلك في حياه انسان تاني قله ادب؟ اكيد طبعا يا معلم، انت لسه بتفكر طبيعي يعني دي قله ادب فعلا. بس هل النصيحه تعتبر تدخل في حياه الناس؟ يعني مثلا لو حضرتك مدخن وانا شفتك بتشرب سيجاره وجيت كلمتك عن اضرار السجاير وقلت لك ان هي حرام وكل الكلام الحلو ده، هل انا كده تدخلت في خصوصياتك او تدخلت في حياتك؟ اوف كورس نط يا اخويا. ليه بقى؟ انا هقول لك ليه، انت مش سالت السؤال، انا جاوب بقى. لان احنا لو مشينا بالمنطق ده واعتبرناه صح، الاسلام ما كانش فضل مكمل اكتر من 1400 سنه. كنتم خير امه اخرجت للناس، عشان بنعمل ايه بقى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية هذه الأمة هي في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. ربنا مدحنا في القرآن وقال علينا خير أمة أخرجت للناس، فضلنا على الأمم اللي قبلنا لأنهم ما كانوش بيأمروا بالمعروف ولا بينهوا عن المنكر. ربنا بيقول في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان اللي بيعمل معصية محدش كان بيقول له انت بتعمل ايه، ما حدش كان بينصحه، يعني ملناش دعوه يا عم كل واحد في حاله. فلو احنا اعتبرنا ان النصيحه تدخل في خصوصيات الغير وانها قله ادب وما تنفعش، طب ما كده الحرام هينتشر اكتر واسرع لان مفيش رادع ليه. المهاجم لو مفيش قدامه مدافعين يمنعوه من الوصول للمرمى هيجيب جون من اول ثانيه في الماتش. بقول لك يا جو، في حديث انت نسيته فحبيت افكرك، يعني مش عارف من غيري كنت هتعمل ايه والله. يلا كله بسبب. المهم ان الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مركز بعد كده يا عم، مش كل شويه الحقك. يلا خليكم مع جو. فلو انا او انت او غيرنا شفنا حد بيعمل منكر وما رحناش ننصحه ونعرفه ان اللي هو بيعمله ده حرام، فاحنا كده كلنا بنساهم في انتشار المنكر ده اكتر واكتر، ومش بعيد المنكر ده يفضل ينتشر لحد ما يوصل لي وابقى انا كمان بعمله. وعلى فكره ده اوريدي حاصل اساسا، يعني نرجع بالذاكره كده كام سنه لورا وانت هتشوف ان كان في حاجات ممنوعه زمان دلوقتي بقت عاديه جدا ومستساغه والناس كلها بتعملها. فيا صديقي العزيز، النصيحه مش قله ادب ولا تدخل في حياه الناس او انتهاك لخصوصيتهم، لان بمنتهى البساطه هي شيء واجب عليك انك تعمله. فهي مش قله ادب من الناصح قد ما هي قله ذوق من المتلقي، لان الناصح ده على حق. لان النصيحه دي بتكون عن حاجه هو مش عارفها، حاجه هو يجهلها. يعني مثلا واحد بيشرب سجاير، هقول له السجاير دي بتاثر مثلا على كذا وكذا وكذا في جسمك، السجاير دي ممكن تكون هي سبب المرض الفلاني، فاهمين؟ هو ما يعرفش المعلومات دي. طب دلوقتي انا هعرف منين ان الشخص اللي قدامي عارف ان اللي
بيعمله ده حرام او لا. ما هو انا مش بشم على ظهر ايدي علشان لما اروح انصح واحد ابص له كده واقول ده عارف ان اللي بيعمله ده حرام، فانا مش هكلمه لان هو كده كده عارف. اما ده بقى فهو ما يعرفش ان اللي هو بيعمله حرام، هو بيعمل الحرام ده عن جهل، فاروح بقى انصحه. ده انا كده بقى مخاوي مكشوف عني الحجاب. وبعدين هو المنطق بتاعي انصح اللي ما يعرفش وسيب اللي يعرف، ده انت جبته منين؟ يعني سمعته في انهي آية ولا قرأته في انهي حديث ولا ده اجتهاد شخصي من حضرتك ولا ايه؟ لان انا عمري ما سمعت ان النصيحة بتتخصص ان هو انا بس انصح الناس اللي ما يعرفوش، لكن الناس اللي يعرفوا عادي. طب ما كل الناس عارفين ان الصلاة هي ركن من اركان الاسلام وانها فرض على كل مسلم، وان اللي ما بيصليش ده هيخش النار، ومع ذلك في ناس ما بتصليش. هل ده معناه ان احنا خلاص بقى نرمي طوبة الناس دي ما ننصحهمش؟ ولو افترضنا ان وجهة النظر دي صح، ليه لحد الان المشايخ والدعاة وكل الناس اللي بتتكلم في الدين بيتكلموا عن الصلاة؟ ليه لحد دلوقتي بيتكلموا عن الحجاب؟ ليه كل سنة بيتكلموا عن رمضان؟ ليه بيتكلموا في الدين اصلا؟ ما في ناس تانية اتكلمت من زمان. كل الاسئلة دي رغم سهولتها لو احنا مشينا بنفس المنطق مش هنلاقي لها اجابة، مع ان الاجابة سهلة جدا ومن القطعة. لو انت سألت نفسك هو ليه ربنا نزل القرآن رغم ان كان في رسول، هتلاقي الاجابة موجودة في القرآن نفسه. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآيات اللي أنا ذكرتها دلوقتي دي وغيرها كتير من الآيات بيتكلموا عن نفس الحاجة وهي التذكرة، لأن الإنسان مننا نساي وضعيف، فمحتاج حاجة دايما تفكره وتزود إيمانه وتقوي عزيمته. تصدقوا يا جماعة في آية حضرتني دلوقتي ماشية في نفس السياق بتاع التذكرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما كنتش محضرها والله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآية ده يا جماعة في قصة أصحاب السبت، وعلى فكرة القصة دي بتشرح أصلا اللي احنا بنتكلم فيه ده، إنها قصة فيها الثلاث طوائف. الطائفة الأولى اللي كانت بتعصي ربنا وبتحاول تتحايل عليه، والطائفة الثانية اللي هم كانوا بينصحوهم وبينهوهم عن اللي هم بيعملوه، والطائفة الثالثة اللي لا بتعمل ده ولا بتعمل ده. وخلي بالك الطائفة الثالثة دي ربنا ما نجاهمش رغم إن هم ما كانوش بيعملوا المعصية. يعني الآية اللي قبل اللي أنا لسه قايلها دلوقتي دي ربنا كان بيقول لك إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ليه تعبين نفسكم مع الناس الفاسقين دول؟ ما ربنا هيعذبهم على اللي هم بيعملوه. ردوا عليهم قالوا لهم إيه بقى؟ قالوا معذرة من ربكم لعلهم يتقون، يمكن لما ننصحهم يتقوا ربنا. وخلي بالك أنت لو فكرت فيها برضو كلام الأولانيين دول منطقي، أصل دول ناس جال لهم أمر مباشر من ربنا، فاللي بيعصى ربنا ده هو أصلا عايز يخش النار، أنا هنصحه ليه؟ يعني أنت لو مديرك في الشغل جه قال لك ما تعملش الحاجة الفلانية دي وإلا هرفدك، وأنت رحت تعملها، هتلاقي معظم زمايلك في الشغل هيقولوا يا عم ما تسيبه يا عم هو حر، ما هو اللي عايز يترفد، ما هو الراجل قال له ما تعملش وهو راح يعمل، اروح انا انصحه اقول له ايه؟ وربنا لما اتكلم عن العذاب بعدها قال ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، ما جابش سيره الناس التانيين. يعني الناس اللي كانت بتنصح بس هم اللي ربنا نجاهم، اما الباقيين ربنا اهلكهم بالعذاب، اللي كان بيعمل المعصيه واللي ما عملهاش بس كان ساكت عنها. وده يودينا لسؤال مهم جدا، وهو هل الناس اللي كانوا بيعملوا المعاصي دول مش عارفين ان اللي هم بيعملوه ده غلط؟ وهل معرفتهم من عدمها منعت الناصحين ان هم ينصحوهم؟ وليه الناس اللي ما كانوش بيعملوا المعصيه بس سكتوا عنها ربنا اهلكهم مع الفاسقين؟ اعتقد ان الاسئله دي انا جاوبت عليها اصلا من قبل ما اطرحها، فهسيبكم انتوا تجاوبوا في الكومنتات علشان اعرف مين اللي مركز ومين اللي مش مركز. واخد بالك انت حبيبنا اللي بتتفرج علينا وانت بتاكل، يا الف انا صاحبي وكل حاجه، بس ممكن تركز في الفيديو بعد اذنك. تمام يا عم، يلا بينا يلا نكمل قصدي. وكمان مش هروح اقول له الكلام ده بشكل مباشر في وشه، انا ممكن اعمله فيديو وانزله عندي على الاكونت بتاعي. مش هروح امشي في الشارع اشوف كل واحد بيشرب سجاير اقول له لا والله السجاير مضره للكذا والكذا والكذا، في مره من المرات هتضرب، يعني منطقي حد هيضربني يقول انت مالك يا فاهم؟ الشيخ سمير مصطفى ربنا يفك اسره ويرجعه بالسلامه في احد الخطب يعني كان قال جمله حلوه قوي، قال لك وغالبا من امر ونهى البسه الله من الهيبه ما تكف عنه السفاهه. فيا دكتور اسلام مش كل الناس عندهم سوشيال ميديا علشان يشوفوا الفيديو بتاعك اللي انت تتكلم فيه عن اضرار السجاير، ولو عندهم سوشيال ميديا فاكيد برضو مش كل الناس هيشوفوا الفيديو اللي انت هتعمله عن السجاير. فالشاهد هنا ان النصيحه لا تقتصر على الفيديوهات. ما هو انت لو بتنصح الناس وبتؤمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر على السوشيال ميديا بس في حياتك العاديه ساكت وبنشوف المنكر قدامك وما بتاخدش اي اكشن، فانت كده بتناقض نفسك. يعني انت بتكلم الناس اللي على السوشيال ميديا اللي انت ما تعرفهمش ولا هم يعرفوك وبتنصحهم، اما الناس اللي انت بتشوفهم كل يوم بعينيك ومنهم اصحابك ومنهم قرايبك ومنهم زمايلك في الشغل سايبهم ما بتنصحهمش خوفا من رد فعلهم، انت كده يعني عندك خلل. وبالنسبه لموضوع ان الناس هتحرجك او هتتضرب زي ما انت بتقول، انت لازم قبل ما تنصح اي حد تقدر الموقف اللي انت فيه. يعني مثلا لو في اتنين بيتخانقوا واحنا دخلنا بقى نحوش بينهم ونحجز وخدنا كل واحد منهم على جنب
عشان نهديه والكلام ده. وفي عز المعمعه دي قام واحد من اللي كانوا بيتخانقوا دول قام مطلع علبه سجايره ومولع سيجاره. هل من المنطقي في موقف زي ده اكلم الراجل عن حرمانيه السجاير واضرارها؟ وفي كورس نط يا صاحبي، ما ينفعش. ده ممكن الخناقه اصلا تبقى معايا انا، يعني ده واحد اوريدي متعصب ومتضايق وكان بيتخانق دلوقتي، فهو مش مهيأ خالص دلوقتي انه يسمع النصيحه. فالنصيحه في وقت زي ده ما تنفعش، فلازم تقدر الموقف كويس جدا. وحاجه تانية كمان وهي طريقه صياغه النصيحه نفسها، هتتكلم ازاي، هتقول ايه، طريقتك هتبقى عامله ازاي. وهنا بقى بيجي اثر المقوله اللي الشيخ سمير مصطفى قالها: وغالبا من امر ونهى البسه الله من الهيبه ما تكف عنه السفاهه. اللي هو ربنا بيحط في الشخص ده وفي كلامه هيبه تخلي اللي قدامه يحترمه غصب عنه. ويا سيدي حتى لو اللي قدامه ده حرجه وقال له مالكش دعوه وخليك في حالك، فدي برضه مش مشكله، لان هو كده كده اخد الاجر. مش مهم اللي قدامك هيتقبل ولا لا، او هيعمل حتى بالنصيحه ولا لا، المهم ان انت امرت ونهيت، امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بس، شكرا، انا كده عملت اللي عليا. كما قال الشاعر: انا نصحتك وانت براحتك. وفي حاجه برضه مهمه جدا، وهي لو النصيحه دي ممكن تعود عليك بالضرر ما تعملهاش. يعني الشخص اللي انت هتنصحه ده لو واحد بلطجي وانت خايف لو كلمته ممكن يأذيك مثلا ما تكلموش، او لو الشخص اللي انت هتنصحه ده قاعد مثلا في قاعده بقى كلها بنات وهق ومق والكلام ده وانت خايف تفتن، ما تروحش برضه. طالما الموضوع ممكن يأذيك في دينك او يأذيك انت شخصيا ما تعملوش. وفي حاجه كمان برضه، يعني لو انت في مكان عام او مكان فيه ناس كتير وحد عمل حاجه تستوجب النصيحه، تستوجب انك تنصحه، وجه حد تاني نصحه، كده كل الناس اللي موجودين في المكان ده سقط من عليهم واجب النصيحه. طالما في واحد خد المبادره وراح هو نصح، كل الناس اللي واقفين في المكان ده ما بقاش واجب عليهم ان هم ينصحوه خلاص، لان في واحد قام بالواجب ده. انا عارف طبعا يا جماعه ان انا بطول في الكلام، بس انا والله يعني ايه بحاول يعني ادي المعلومه حقها وابسطها على قد ما اقدر، بحيث ان هي تكون سهله على كل الناس وكل الناس تفهمها يعني. وبتمنى فعلا ان ربنا يكون وفقني وقدرت اعمل كده يعني. ان موجود مع السوشيال ميديا سمح للناس انها تتدخل في حياه بعض من غير ما يكون في زي حواجز شويه. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، علشان انت فاهم الموضوع غلط. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الناس هم اللي بيسمحوا للمشاهد ان هو يتدخل في خصوصياتهم. يعني لما حد يعرض حاجه من خصوصياته على السوشيال ميديا، هي كده ما بقتش حاجه خاصه، هي كده بقت ان بابليك. هو بنفسه سمح للناس ان هم يتكلموا فيها، لانه لو ما كانش عرضها محدش كان هيتكلم عنها. هنا الناس ما تدخلتش في حياته، ده هو اللي اقحمهم في حياته. يعني على سبيل المثال، انا دلوقتي واحد محتواي كله عن الطبخ، فجيت في فيديو من الفيديوهات بتاعتي طلعت القط بتاعي، فانا هنا سمحت للناس ان هم يسالوني عن القطه ويسالوني عن اسمها ويسالوني عن اخبارها بعد كام فيديو لما ما اظهرهاش تاني. فدي حاجه انا اللي عملتها، انا اللي طلعت القطه بتاعتي في فيديو وخليت الناس يشوفوها، فخليت الناس يسالوني عليها ويكلموني عنها بعد كده. اما التدخل في حياه الناس هو ان انا اجي اكلمك عن حاجه حضرتك ما كلمتنيش عنها، او حاجه انا ما اعرفهاش عنك واجي ادخل نفسي فيها، او هكلمك عن حاجه ملهاش علاقه بالدين. يعني مثلا انت دلوقتي يا اسلام في الفيديو اللي انت بتتكلم فيه ده مربي شعرك، فانا ما ينفعش اجي اقول لك ايه يا عم تسريحه الشعر اللي انت عاملها دي ما تغيرها. انا هنا فعلا بتدخل في حاجه ما تخصنيش. لكن لو انت بقى عامل قصه المولت والفولت والحاجات اللي هي كلها قزع دي، وانا جيت كتبت لك ان القصه اللي انت عاملها دي حرام لانها قزع والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نعملها الى اخره، فانا هنا مش بتدخل في خصوصياتك، انا هنا بامر بالمعروف وبنهى عن المنكر. ورغم ان انا في الحالتين اتكلمت عن شعرك، ولكن الموضوع مختلف تماما. يعني في الموقف الاول انا فعلا بتدخل في حاجه ما تخصنيش، اما في الموقف الثاني انا بعمل حاجه ربنا امرني ان انا اعملها: من راى منكم منكرا فليغيره. وبعد كده صلى الله عليه وسلم قام جايب لك الدرجات: بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فالفكره اللي انا عايز اوصلها ايه بقى؟ ان انا لما الاقيك بتعمل منكر معين قدامي سواء في الواقع او على السوشيال ميديا، واجي اكلمك عن المنكر ده وانصحك، فانا هنا مش حشري ومش بتدخل في خصوصياتك، انا هنا بعمل حاجه ربنا امرني ان انا اعملها. اتمنى ان الرؤيه تكون وضحت علشان بس نخلص من موضوع ان النصيحه تدخل في حياه الناس والكلام ده. ناس فلان منزل فيديو مثلا، انا منزل فيديو في مثلا موسيقى او حاطط موسيقى في الباك جراوند، حد مثلا منزل سبوتيفاي راب بتاعته اللي هو الحاجات الاغاني اللي نسمعها مثلا طول السنه. طبعا متوقعين ناس كتير في الكومنتس هتطلع ايه الموسيقى حرام، الموسيقى مش حرام. كمل بس الفيديو ثانيه واحده. مشكلتي مع الناس دي ايه بقى؟ حاجتين. الحاجه الاولى والاهم هي الاستعلاء او الاستشراف. بمعنى مثلا لقيت مثلا حد كان منزل فيديو سبوتيفاي راب بتاعه يقول له لا والله ده أنا الحمد لله، لا كان كاتب كده بالظبط: الحمد لله انا السنه كلها كنت بسمع قران. يا حبيبي على راسي، ربنا يبارك لك ويجازيك كل خير ويجازيك خير الجزاء، ولكن كلامك اللي انت قلته ده بينم على ان انت شايف نفسك اعلى مكانه من الشخص ده، ان الشخص ده حقير بيسمع اغاني بيعمل ذنوب، فانا طول السنه اللي بسمع قران انا افضل منه، انا اللي ربنا هيدخلني الجنه وانت اللي ربنا هيدخلك النار، انا اللي ربنا راضي عني وانت اللي ربنا غاضب عنك. دي بقى نقطه انا متفق معاك جدا فيها ومحتاجين ان احنا نتكلم عنها شويه. بصوا يا جماعه، في حاجه مهمه جدا لازم كلنا نبقى عارفينها: اللي بطل يسمع اغاني ما بطلش عشان هو جامد، واللي بطل يكلم بنات
ما بطلش عشان هو جامد، واللي التزم بالصلاة وبقى يقرأ قرآن ما عملش كده برضه علشان هو جامد. الفكرة كلها ان ربنا من عليه وسمح له ان هو يبطل. احد المشايخ مش فاكر بالظبط كان مين، كان بيقول المفروض انك بعد كل صلاة تحمد ربنا وتشكره انه خلاك تصلي او سمح لك انك تصلي، لان في ناس كتير جدا غيرك ربنا ما ادالهمش النعمة دي. ربنا بيقول لك في كتابه الكريم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، وفي آية تانية من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وغيرهم آيات تانية كتير بتعرفك ان توبتك دي مش هترى منك ولا حاجة. يعني انا مثلا لما بشوف حد بيعمل حاجات حرام من اللي انا كنت بعملها زمان بيجي في بالي على طول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، انا كنت زي الناس دي وممكن بكره الناس دي تتوب عادي. وشفنا امثله كتير جدا، ومش هقول لك بقى ناس كانوا بيسمعوا اغاني زينا، لا هقول لك مثلا في مغنيين تابوا، في ناس كانت في عز مجدها بتعمل شهره وفلوس وفجاه وقفوا، وفي ناس تانية كانوا كويسين وماشيين في الطريق الصحيح وفجاه انحرفوا. فما تختارش بنفسك، انت ممكن تنتكس بكره عادي جدا. إنسان ضعيف، إنسان ضعيف. فبلاش تتفاخر بالطاعة اللي انت بتعملها، لان الفضل في انك بتعملها مش ليك، الفضل ده يعود لله. ممكن يسلبوا منك فتنة بسيطة تلاقي نفسك في الضياع في الشلاحات. فالمفروض اصلا انك لما تلاقي حد بيعمل حاجة حرام انت الحمد لله مش بتعملها تحمد ربنا، ده اول حاجة. تاني حاجة تطلب من ربنا انه يثبتك، ولو انت بقى ناوي تنصح يا ريت تكون نصيحتك بطريقة كويسة. يعني بلاش بقى الكومنتات بتاعت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، او تخش الواحد بيسمع اغاني زي اللي هو كان بيتكلم عنه ده وتقول له ده انا الحمد لله انا طول السنة بسمع قرآن، او تشتم او تتريق مثلا. كل ده مرفوض وما يصحش. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يعني يا اما تتكلم كلام كويس وكلام محترم وتقول نصيحة فعلا كويسة، يا اما ما تتكلمش خالص. ربنا بيقول في القرآن وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومش لازم يعني تكتب كومنتات في كل حتة، ما انت ما حدش هياخدك غياب لو انت ما كتبتش. يا اما تقول خير يا اما تسكت. يعني في اضعف الايمان يا سيدي ادعي لهم، مش في تغيير منكر بالقلب اللي هو الدعاء. لو انت شايف ان اللي انت هتكتبه ده ما فيهوش خير ما تكتبوش وادعي لهم بس وخلاص، ومر مرور الكرام. لان بجد يا جماعه الموضوع بيبقى مستفز. يعني في مره كان اتنين عاملين كومنتات فوق بعض تمام، والاتنين بينصحوني في نفس الحاجه. في واحد منهم انا قبلت النصيحه منه جدا ورديت عليه، وفي واحد تاني انا كنت عايز اشتمه. يعني طريقته في النصيحه فظيعه. فبجد لو انت هتقول حاجه تستفز بيها اللي قدامك ما تقولهاش، لان انت كده بتنفره منك اساسا، والموضوع بيقلب بنتيجه عكسيه في الاخر. بس يا اسلام احنا عندنا في الدين ان احنا المفروض يعني نأمر بالمعروف وننهى عن الفحشاء والمنكر. وانت تعرف ايه الفحشاء والمنكر؟ بعض العلماء زي ابن عباس بيقول ان الفحشاء ده اللي هي الزنا، استغفر الله العظيم يعني. فانت ازاي شايف ان الموسيقى يعني ترقى انها مثلا تكون عن الفحشاء والمنكر؟ ولو انت شايف يعني بعض الناس اصلا بعض العلماء قالوا ان الفحشاء والمنكر دي يقصد بيهم الكبائر والشرك، وبعض المفسرين التانية قالوا هو كل منكر في الشرع، او يعني كل حاجه يعني انكرها يعني اللي هو حرام يعني. بص هو انا مش فاهم قوي، بس انت رديت على نفسك في الاخر، لان الفحشاء غير المنكر. الفحشاء دي في التفسير يقول لك ايه؟ ما عظم قبحه من الافعال والاقوال، وغالبا الفواحش بيكون لها علاقه بالاخلاقيات، علشان كده هي دايما مقرونه بالزنا، لان الزنا ده اقبح حاجه ممكن الانسان يعملها، ربنا يعني يعافينا. اما المنكر فهو مصطلح اشمل بكتير، لان بيندرج تحته اي حاجه غير مقبوله زي الاغاني، الشتيمه، اظهار العوره، وكل الحاجات الحرام اللي احنا بنعملها هي منكرات. فايوه الموسيقى والاغاني لا ترتقي ان هي تبقى فواحش، ولكنها من المنكرات عادي، ومش لازم تكون من الكبائر يعني علشان ننهي بعض عنها، فاهم يعني عادي. تعالى نفترض ان ده تمام، هو ده التفسير فعلا الصحيح اللي هو التفسير الثالث. انا مش جاي اجادل في امر ديني عشان ما تجيش تناقشني في يعني في مساله دينيه، لان انا مش شيخ. ولكن ما هي مرتبتك عشان تامر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وايه طريقه الامر بالمعروف بتاعتك؟ هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عملوا له مراتب دلوقتي يا جماعه، يعني ما في ملاش مرتبه. يعني هي انك مسلم بس، يعني مرتبتك انك مسلم لو انت هترتبها يعني. اما بالنسبه للطريقه فاحنا اتكلمنا عنها من شويه، يعني مش هنقعد بقى نعيد ونزيد في نفس الحوار. يعني هات حاجه جديده بالله عليك يا اسلام. ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث من الاحاديث جه وقال حديث بس انا مش فاكره كويس يعني فيما معناه: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بمعنى أن سيدنا محمد لما حط شروط تغيير المنكر والأمر بالمعروف حط أن في شرط استطاعة. هو شرط الاستطاعة ده إيه يعني؟ اللي هو إيه يعني؟ علماء الفقه في الكتب بتاعت الفقه اللي هي بتفسر الأحاديث قالوا أن الاستطاعة الأولى اللي هي باليد دي معناها أو يعني دي تنطبق على الحاكم وولي الأمر. بمعنى أن لو في مثلا شخص يعني أذنب ذنب عظيم زي مثلا أن هو مثلا قتل حد، ده منكر عظيم. فالشرط تغيير يعني تغيير المنكر ده باليد، ان انا اقبض عليه او اقيم عليه مثلا الحكم الشرعي
ده مش بالانسان، مش مني ومنك ومن الشخص اللي ماشي في الشارع. هو انا والله مقدر انك مستعجل وبتحاول تنجز علشان الفيديو ما يطولش منك، ومع ذلك برضو الفيديو بقى 10 دقايق بس. يعني انت ليه مصعبها على نفسك؟ الموضوع ابسط من كده بكتير وشرحه سهل على فكرة، يعني بالراحة وهنفهم كلنا. تغيير المنكر بالايد هو شيء خاص بكل من له سلطة. يعني على سبيل المثال في محل بيبيع خمور عندنا في الشارع، فانا كشخص عادي ما اقدرش ان اقفل المحل ده، ولكن حاكم الدولة يقدر يقفل المحل ده بان هو يمنع بيع الخمور في البلد. كذلك الامر عند الاب مع عياله، نفس الكلام عند المدرس ولكن بشكل اقل شويه. فباختصار تغيير المنكر بالايد هو لاولي الامر، الناس اللي ليهم سلطه. يعني انا ما ينفعش هلاقيك بتسمع اغاني فاجي اخد منك التليفون واقول لك ما انتش سامع، انا ما اقدرش اعمل كده. لكن مثلا ابوك يقدر يعمل كده. لكن اللي قتل واللي سرق وهنروح نحكم عليه في المحكمه والكلام ده ملوش علاقه اصلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده ليه علاقه بتطبيق الحكم على الشخص المذنب. دي حاجه تانية. دي انا ممكن امنعه الاول، لكن لو هو عمل الحاجه دي فمش انا اللي اقيم عليه الحكم، او انا اللي انفذ الحاجه او العقاب بتاعه. اللي بينفذ العقاب ده هو مين؟ هو الشخص الاكبر اللي هو مثلا المسؤول في الدوله، الرئيس، الحاكم. هو انا مقدر تعبك والله وكل حاجه، بس انت جايب مثال ملوش علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. احنا ايه علاقتنا بتنفيذ العقاب على واحد عمل جريمه؟ وايه علاقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي موضوعنا الاساسي بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي؟ في رايي المثال اللي انت جايبه ده خايش منك جامد، يعني ده ملوش علاقه خالص باللي احنا بنتكلم فيه. ده تغيير المنكر باليد، لان احنا ما عندناش الاستطاعه، والا بقت غابه. اللي هو انا شفت اي حد عمل ذنب، مثلا ذنب ما اذانيش، تمام، ذنب ما اذانيش، مش حد جاي يتعدى عليا، حد جاي يضرب، ماشي، ذنب ما اذانيش، اروح مثلا امسكه بقى انت بتعمل ايه واضربه؟ لا، دي انا مؤاخذه غابه، قله ادب. ما انا بقالي ساعه بقول كده، انا قلت انك ما ينفعش انك تمنع حد بالغصب او بالقوه لان انت ما عندكش السلطه. كان المفروض تجيب مثال زي بتاع الخمره اللي انا قلته، مش تجيب لي مثال عن واحد ارتكب جريمه وبندور بقى هنحكم عليه ازاي. يعني ده ملوش علاقه. على العموم حصل خير، كمل. عشان كده الدرجه الثانيه فبلسانه. طب وعلماء الفقه قالوا ايه فبكلمه فبلسانه دي؟ قالوا ان دي تنطبق على الشيوخ اللي في المنابر والمدرسين اللي هم المدرسين، والشيوخ اللي ليهم سلطه كلاميه علينا، اللي هو زي الشيخ لما يطلع يعني يغير المنكر باللسان، الاستاذ في الفصل يقول اعمل وما تعملش، فهو بيغير المنكر وبيامر بالمعروف باللسان. يا اسطى صلي على النبي بس كده واستهدى بالله، عشان انت بتقول نص الكلام وبتسيب الباقي. اصلها مش عافيه، فاهم؟ يعني تغيير المنكر باللسان ده مش حكر على رجال الدين بس. انا مش مختلف معاك ان تغيير المنكر باللسان هو في الاساس للعلماء، ولكن لو المنكر كل الناس عارفه ان هو منكر، هنا كل الناس بقت علماء. بصوا انا هجيب لكم فيديو للشيخ عثمان الخميس بيشرح الموضوع، لان بصراحه يا جدعان انا بقالي كذا يوم بدور في موضوع تغيير المنكر باللسان ده، وبصراحه ما لقيتش حد احسن من الشيخ عثمان الخميس بيشرحه. والعلماء هم الذين يعرفون ان هذا منكر او لا، ان الانسان قد ينكر شيئا ليس بمنكر، واما عامه الناس فينكرون بقلوبهم. هذا اذا كان المنكر يشتبه او لا يمكن تغييره. اما اذا كان المنكر يعرفه كل الناس انه منكر، يعني من المسلمين لا يعرف ان شرب الخمر منكر؟ كل المسلمين يعلمون. اذا هذا لا يكتفي به العلماء، كل المسلمين. فهنا كل الناس صاروا علماء بهذا. اعتقد ان الفكره كده وصلت وبقت واضحه وضوح الشمس. طالما انت عندك المعرفه فعادي انك تتكلم وتنصح، لكن لو الحاجه اللي انت هتتكلم فيها دي حاجه معقده وانت ما عندكش العلم الكافي بيها، يستحسن ما تتكلمش عنها. لكن الامور العاديه والامور البسيطه زي الصلاه، زي الموسيقى، زي الحجاب، الحاجات دي يعني معظمنا عارفها. وبعدين يا جماعه احنا مجرد بننقل كلام، محدش فينا بيفتي من عنده. يعني انا مثلا لما باجي اتكلم عن حاجه بذاكرها كويس وبشوف فيديوهات عن الحاجه دي علشان اتعلم اكتر، بقرا فتاوى من مواقع موثوقه، بسمع اراء شيوخ انا بثق فيهم، طبعا ده مع ايات قرانيه ليها علاقه بالموضوع واحاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بنقل لك معلومه بحاول على قد ما اقدر اتحرى الدقه فيها. وعلى فكره كتير جدا من الشباب اللي بيأمروا بالمعروف وبينهى عن المنكر هم زيي. مش لازم يعني يكون الشخص اللي بينصح ده هو طالب في الازهر مثلا او عالم او شيخ، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الناس، ولكن ليه شروط وضوابط لازم نطبقها. والدرجه الثالثه بتاعتنا هي فبقلبه وذلك اضعف الايمان. يعني كل الواجب عليك انك لو شفت مثلا حد بيعمل منكر، ان انت لو تقدر تدعيه بالحسنى تمام، ما تقدرش او مش رافض مثلا النصيحه، في الحاله دي انت تدعي له في قلبك ان ربنا يغفر له وربنا يهديه. عاوز تدعو بلسانك ما حدش منعك، لان احنا كلنا عندنا سوشيال ميديا وتقدر تطلع تتكلم في التيك توك يمين وشمال واللسان موجود، فانت يعني يحق ليك انك تدعو بلسانك، بس مش ان انت تروح تتدخل في حياه شخص تاني وتقول له كذا وكذا وكذا. يا اسطى انا ما بقتش فاهم منين يودي على فين. يعني انت لسه من شويه بتقول ان تغيير المنكر باللسان هو للعلماء وللمدرسين في الفصول والكلام ده، وبعد كده انصحه بالحسنى، لو ما استجابش ادعي له بالهدايه، ومحدش منعك انك تتكلم لان
كلنا عندنا سوشيال ميديا، اعمل فيديوهات براحتك بس ما تتدخلش في حياة الناس. يعني ايه؟ يعني خلي النصيحة اونلاين بس؟ ده كمان النصيحة ليميتد، يعني تعمل فيديوهات او تنزل بوستات لكن ما تكلمش حد بشكل مباشر. ده ايه يا معلم الكلام ده؟ يعني ايه اللي انت بتقوله؟ انا يمكن اكون فاهم غلط او قاري كلامك غلط، بس بجد والله انا من اول الفيديو وانا محسن الظن فيك والله، وعارف ان غرضك الاصلاح مش غرضك يعني انك تهاجم حد او حاجة، بس بجد في حاجات كده وانت بتتكلم بسرعة انا مش فاهمها. ولو كان يحق ليك فعلا التدخل في حاجه زي كده، لو كان شرعا يحق ليك انك تتدخل في حياه حد تاني، فيحق ليك انك تخبره عن ما يجهل عنها، مش تقول حاجه غالبا 99% او 100% مننا عارفها. يا عم اسلام، هتقول حاجة جديدة ولا اقفل الفيديو؟ ما انا الكلام ده رديت عليه من شوية، يعني هنقعد بقى نعيد ونزيد في نفس القصة؟ اللي هو خلاص الموسيقى حرام، الموسيقى حرام، الموسيقى حرام. خلي بالك انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش عن نقطه حرمانيه الموسيقى، انا بتكلم في هايبوثيتيكال، يعني سيناريو ان فعلا الموسيقى حرام. مش بتكلم يعني انا مش بتكلم خالص على نقطه الدين او حكم الدين من الحاجه دي، لان طبعا زي ما قلت يعني كلكم عارفين طبعا ان في شيوخ من الازهر كتير، يعني في ناس مش بتعترف بشيوخ الازهر. يعني تخيل واحد مش عايز يعترف بشيخ يعني اقضى حياته في التعليم الديني وفي الازهر، وبيطلع يحكم بحاجه هيحاسب عليها قدام ربنا. يا جماعه بجد موضوع الموسيقى ده بقى بايخ قوي يا جدعان، بجد والله انا تعبت من كتر ما انا بتكلم عن موضوع الموسيقى ده. هم نفس الثلاث فيديوهات اللي انا برشحهم كل مره بنجيب سيره الموسيقى والاغاني. فيديو ايه المشكله في الموسيقى، بودكاست وعي عن الموسيقى، الحلقه اللي عملها حمد الويباري عن الموسيقى. الثلاث فيديوهات دول لو انت عايز تجيب قرار الاغاني والموسيقى وتعرف كل حاجه عن الموضوع وهم ليه حرام وبالاثباتات والادله، اتفرج على الثلاث فيديوهات دول، او على الاقل اتفرج على فيديو منهم. وانا بالنسبه لي اللي جاب النهايه في موضوع الاغاني والموسيقى ده هو الشيخ علاء حامد في فيديو 30 ثانيه، يعني اسمع كده. سأتيك بأقوى دليل. أقوى دليل، ما هو أقوى دليل على هذا الأمر؟ أنت أقوى دليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هات بقى فتاوى زي ما أنت عايز، وجادل زي ما أنت عايز، واضحك على نفسك زي ما أنت عايز، لكن بيني وبينك أن تفعل آتي. يلا قول معايا: اللهم احشرني مع المغنين. قول امين. حد بيقول امين ليه؟ اللهم اختم لي بسماع الغناء. قول امين. مفيش حد يقول امين ليه يا اخوان؟ اللهم اختم لي بسماع القران. الله ينور، كلكم قلتوا امين. اشمعنى لو القران حلال والغنى حلال ما قلتوش امين ليه في الاولانيه؟ انت مفتي نفسك. اظن بعد التبرير الاول والتبرير الثاني والتفسير الاول والتفسير الثاني وكل الحاجات اللي انا قلتها لك دي، لو في يوم من الايام جيت على الاقل ليا انا قلت لي انت شيل الموسيقى اللي عندك او حطها عندك في الباك جراوند، وقتها مش هكون يعني عليا اللوم لو عملت لك بلوك. الناس بتزعل مني. يعني انت يا اسلام عارف ان الموسيقى حرام وبرضه بتحط موسيقى؟ يا اخي ده سيئات جاريه. يا اسطى بالراحه بس وصلي على النبي كده، عشان حاسك هتنفجر وهتضرب الكاميرا. يعني الموضوع بسيط. بصوا يا جدعان، كل واحد بيشيل شيلته في الاخر، ونصيحتي ليك سواء انت اخدت بيها او لا، لا هتضرني ولا هتنفعني في شيء. فيا باشا انت حر، ان شاء الله ترمي نفسك في النار. عايز بقى تشرب سجاير، عايز تسمع اغاني، عايز تقلعي الحجاب، كل واحد هيتحاسب على افعاله. انا مش هتحاسب مكانك، ومحدش يقدر يجبرك على حاجه انت مش عايز تعملها. انا مجرد بديك نصيحه. ربنا بيقول لك في القران: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذ اهتديتم. يعني انا جيت اديك نصيحه لوجه الله، انت ما سمعتليش وكملت في اللي انت بتعمله، مش هتضرني في حاجه. لا يضركم من ضل اذ اهتديتم. طبعا في ناس كتير بتفهم معنى الايه دي غلط، لان هو بياخد بالظاهر بس. يقول لك بص ربنا بيقول عليكم انفسكم، يعني كل واحد يخليه في حاله. طب ما تقرا يا ابني تفسير الايه علشان تفهم معناها الصح. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اتكلم عن الايه دي وقال: يا ايها الناس انكم تقرؤون قول الله يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذ اهتديتم وتضعونه في غير موضعه، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وطبعا في أحاديث تانية، ولكن ده رد بسيط بس على الناس اللي هتستخدم الآية في إن هي تبرر إن النصيحة مش واجبة والكلام ده. نرجع بقى لموضوعنا. أنا لما أكتب لك نصيحة مش هكون مهتم حضرتك هتاخد بيها ولا لأ، ولا هكون منتظر إنك ترد عليا اساسا. فلما حضرتك تعمل لي بلوك انا مش هتضايق، ما هو اصل انت مش ابن خالتي يا عم، ده ابن خالتي نفسه لو عمل لي بلوك مش هزعل. فما بالك بواحد انا ما اعرفوش. انا كنت معدي كده فلقيته بيعمل حاجه غلط فاديت له نصيحه ومشيت. ولازم الناس تفهم كده، لازم انت كمشاهد تبقى فاهم حاجه زي كده، وما تنتظرش من الشخص اللي انت بتنصحه ده اي شيء، لانه سواء خد بنصيحتك او ما خدش بيها انت مش هتستفاد حاجه. وخليك دايما مقتنع من جواك وانت بتنصح اي حد ان النصيحه دي طالعه لوجه الله، انت بتنصح لوجه الله، مش مهم اي حاجه تانية.
تانية. طالما انت نيتك خالصه لوجه الله ما تهتمش باي شيء تاني. وبجد والله يا جماعه انا مش فاهم يعني الاخ اسلام عايز ايه. يعني هو مش عايز الناس تقول رايها، او هو وصل لمرحله ان هو خلاص مش عايز يسمع نصيحه من حد. يعني حضرتك منزل فيديو ان بابليك على السوشيال ميديا وعايز تمسك لسان الناس، طبعا ده كلام غريب جدا، ولكن الناس معظمها دلوقتي بقت كده، بيبقوا شايفين ان اي حد بيكتب حاجه عكس رايهم او عكس رغبتهم هو كده بينتهك حريتهم وبينتهك خصوصيتهم وكل الكلام الغريب ده. يعني زمان كنت انت لما تنصح حد يقول لك يا عم ادعي لي ربنا يهديني والله انا بحاول ومش عارف ايه وكلام من ده. دلوقتي هو مش عايز يسمعك اصلا، هو انت بالنسبه له نكره، انت بالنسبه له بتتدخل في خصوصياته ومالكش فيه ومالكش الحق انك تنصحه. يعني الاخ اسلام شايف ان النصيحه لازم تكون بس عن طريق فيديوهات او بوستات، ما ينفعش انك تكلمه بشكل مباشر او تكتب له كومنت لان انت كده بتنتهك خصوصياته. فبعد كده بقى علشان خاطر الاستاذ اسلام ما يزعلش مش هننصح بعض كده بشكل مباشر. انا لما ابقى عايز انصحك في حاجه هعمل لك فيديو، وانت لما تبقى عايز تنصحني في حاجه اعمل لي فيديو، وما تعمليش منشن عشان انت كده بتنتهك خصوصياتي. سيبني والفيديو هيوصلني لوحده. وخلي بالك ما تنصحنيش في حاجه انا عارفها، لازم تكون الحاجه اللي انت هتنصحني فيها دي انا ما اعرفهاش. هتعرف منين ان انا ما اعرفهاش؟ ما اعرفش بقى، اقرا افكاري، اعلم الغيب، شم البخت، اعمل اي حاجه انت وشطارتك بقى. كلام عجيب والله العظيم الواحد بيسمعه. في النهايه اتمنى من ربنا ان اكون موفق في الفيديو ده، وان اكون قدرت فعلا افيد الناس اللي اتفرجت على الفيديو. واكيد هستنى ارائكم في الكومنتات، واللي عنده اي اضافه يا ريت يبقى يكتبها لنا. اتمنى ان الفيديو بتاعي لو وصل للدكتور اسلام انه يتفرج عليه وهو يعني بصدر رحب وما ياخدش الكلام على صدره قوي. انا لا اقصد اي اساءه في الفيديو ده ليه هو او لشخصه، انا بس برد على الكلام اللي هو قاله، واكيد بتمنى له وبتمنى لي وبتمنى لكم الهدايه، ربنا يهدينا كلنا. وعلى فكره عادي ان احنا نغلط، وعادي ان احنا نكون غير موفقين في بعض الحاجات، ولكن الصح ان احنا نصلح من نفسنا ونصلح من اخطائنا دي ونتعلم منها. في النهايه اتمنى تسامحوني على اطالتي في الفيديو، واتمنى كمان تسامحوني على غيبتي الطويله. الفيديو ده والله يا جماعه كان المفروض اصلا ينزل قبل رمضان، وكان في فيديوهات تانية هتنزل في رمضان، ولكن يعني بصراحه حصلت ظروف وضغط رمضان بقى الشغل ومفيش وقت وكده. ولكن ان شاء الله طبعا انا كل مره بوعدكم وبخلف وعدي، بس باذن الله هنتظم في الفيديوهات تاني زي زمان. اتمنى تدعوا لي واتمنى تدعموا الفيديو ده، لان انا عارف ان انا غيبتي الطويله دي هتاثر جدا على مشاهدات القناه. فاتمنى ان انتوا تساعدوني في اظهار الفيديو ده، وان انتوا تطلعوه يعني ايه يتشاف، يعني الناس ان هي تشوفه وكده. وبس كده، اتمنى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو انت عندك فيديوهات عايزنا نتكلم عنها تقدر تعمل لي منشن على تيك توك او تعمل لي منشن على الانستجرام، هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام. ابنك قالك انا بحب بنت بس هجرب معاها المساكنه وبعدين اتجوزها، تعملي ايه؟ يلا ربنا يوفقه طبعا. ايه ده؟ يلا ربنا يوفقه طبعا. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ ربنا هيوفقه في معصيه يعني ازاي؟ ما انا مش فاهم. يعني حضرتك اما تطلعي على الستيج وعشان ترقصي للناس بتقولي يا رب وفقني برضه تصلي ركعتين لله قبل ما تنزلي